السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل كيكه التيراميسو. كيكه حلوه قوي. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. بتبقى شكلها شيك جدا وسهله ومقاديرها ما شاء الله مظبوطه، وبيبقى طعمها جميل وحلو قوي. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها واوريكم اخسبكم شويه مع شكلها ما شاء الله جميل قوي، وكمان الطعم حلو جدا. بصوا ما شاء الله. تمام، هنبتدي على طول في الطريقة والمقادير. هنا معايا 6 بيضات هضيفهم في العجانة، وممكن انتوا لو مفيش عندكم عجانة ممكن المضرب الكهرباء بتاع الايد برضو ينفع. المقادير اللي هديها لكم ان شاء الله مظبوطة، وطلع معاكم كيكة اسفنجية حلوة جدا وطرية. تمام، انا هنا كمان قلت معايا 6 بيضات ومعايا كوباية سكر. هنبتدي المضرب شغال، وهنبتدي نضيف السكر واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هو كوباية سكر معايا، انا موحدة الكوباية، عاملة كوباية سكر وكوباية دقيق. المكونات بتاع التورتة او بتاع الكيك الاسفنجي سهل جدا، مفيش اسهل ولا اسرع منه. هو بس الطريقة بتاعت الخلط هي اللي مهمة، فنركز فيها كويس جدا. ضفنا كوباية السكر، ومعانا هنا كوباية الدقيق، وهضيف معلقة فانيليا صغيرة سائلة لو في تبقى احسن، بتشيل اي طعم زفارة للبيت. لو مفيش ممكن نستعمل اي يعني الكيس اللي بيتباع في السوبر ماركت العادي. هنفضل نخلط حلو قوي. انا هنا معايا القالب ده بغلفه بورق الزبدة، بعمل في الارضيه ورق زبده، وهعمل شويه زبده امسح او ادهن الجناب. لو انتوا ما عندكوش ورق مثلا ورق زبده، ممكن تدهنوا القالب كله زبده، وتعملوا رشه دقيق حلوه كده في القالب كله. هو من الاحسن يبقى فيه ورق زبده، بيسهل يعني بيسهل على الواحد، او بيسهل عليكي ان كمان تشيليها من القالب بسهوله. لو ما فيش زي ما قلنا ممكن نعفر القالب بالدقيق وتمام زي الفل. انا هنا هنخل الدقيق حلو قوي، هنخله دلوقتي، وهنخله كمان لما اجي اضيفه للبيت، علشان كل ما بيبقى الدقيق منخول كويس كل ما معانا الكيكه بتبقى هشه وطريه، فدي نقطه مهمه جدا. بصوا الدقيق البيض، بصوا قوام البيض اتضاعف حجمه، بقى عامل زي التلج كده، بقى خفيف، بقى فلافي جدا. خلاص لما نوصل للمرحلة دي نقوم شايلين من العجانة، ونبتدي نضيف الدقيق واحدة واحدة. نضيف اول نص كمية دقيق وننخلها، وهنبتدي كمان بالسباتولا من فوق لتحت، يعني ما نخلطش عشوائي او ما نخلطش بسرعة، هو من فوق لتحت زي ما حضراتكم هتشوفوا. زي ما انتوا شايفين من فوق لتحت واحدة واحدة، ما نخلطش بسرعة. كل ما يعني لو قدر الله خلطنا بسرعة او يعني بطريقة غلط، هنضيع كل الهواء اللي احنا عملناه في البيت. فمن فوق لتحت زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة، علشان ما يبقاش فيه كتل دقيق، وفي نفس الوقت ما نضيعش الرغوة او ما نضيعش الهواء اللي احنا دخلناه في البيت. فنخلص كمية الدقيق كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده واحدة واحدة من فوق لتحت. انا باكد على النقط دي لانها مهمه جدا علشان الكيك الاسفنجي ينجح معاكم، لان في ناس كتير قوي بتشتكي ان الكيك الاسفنجي ما بينجحش معاها، ما بتعرفش تعمله. هو ما فيهوش اي حاجه صعبه، هو بس التكنيك او طريقه الخلط، او ممكن حاجات بسيطه جدا هي اللي تخليه يبوظ. فنبقى زي ما انتوا شايفين واحده واحده من فوق لتحت، واحده واحده، ما نستعجلش، واحده واحده لغايه ما الدقيق كله يختلط معانا زي ما انتوا شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله قوامها جميل قوي، بتبقى خفيفه ما بتبقاش تقيله، بتبقى كمان الكيكه بتبقى طعم مضغتها في البق خفيفه جدا. فبتمنى ان انتوا تعتمدوا الكيك الاسفنجي ده في حاجات كتير، اللي كمان ان شاء الله زي ما قلت في الفيديو اللي فات بتاع تورته الفراوله، ان احنا الكيك ده هنعمل بيه حاجات كتير جدا، ان هو سهل مش صعب خالص. فبتمنى ان شاء الله ان انتوا بس تمشوا ورا الخطوات
نتكلم على الفرن شوية. انا مشغلة الفرن سخن، هدخلها اول نص ساعة مش هفتح عليها. بعد النص ساعة هنبص عليها ونشوف ان شاء الله عاملة ازاي. بأكد برضو على الفرن ان الشبكة في النص علشان تستوي براحتها. هي بتاخد من ساعة، من نص ساعة لساعة الا ربع، ان شاء الله تبقى زي الفل. هنعمل السيرب اللي هنسقي بيه الكيكة. انا هنا معايا نص كوباية مية سخنة، هضيف لها معلقتين قهوة نسكافيه، وهضيف لها 3 معالق سكر صغيرة. احنا عارفين التيراميسو ان هو بيتسقي البسكوت بتاعه بالقهوة، فاحنا عاملين كيك تيراميسو، فاحنا برضو هنحتاج سيرب للقهوة عشان نسقي او نسقي بيه التورته. كمان هنبتدي نركن السيرب اللي عملنا، وهنبتدي نعمل في الكريمه. انا عملت مكونات بسيطه سريعه وطعمها لذيذ في نفس الوقت وحاجات متوفره. انا هعمل دلوقتي كريمه خفق اللي هي مراعي، في جهينه، في اي نوع انتوا تحبوه. وكمان هعمل كيري، هي ممكن تعمل بالفيلادلفيا، ممكن تتعمل بالجبنة الماسكربوني لو موجودة. احنا الحاجات دي بصراحة في مصر ما بنلاقيهاش متوفرة كتير، لازم تروحي للسوبر ماركت كبير قوي عشان تجيبيها او هايبر ماركت. فالكيري متوفرة في كل السوبر ماركتات الصغيرة موجودة، مش صعبة. وكمان كريمة الخفق دي موجودة في اي مكان. فالمسكربوني هنضطر ندور عليها كتير، او البديل اللي هي الفيلادلفيا برضو هنضطر ندور كتير. فاحنا عملناها بمكونات سهلة جدا. انا عملت الكريمة اتضربت في الخلاط حلو قوي. بعد ما ضربنا الكريمة حلو قوي وبقت زي السم كده، احنا ما نضربش زيادة عن كده عشان لو خلطناها زيادة عن كده ممكن تتحول معانا لزبدة. فاحنا الخلط ده حلو قوي، هنشيلها عشان نضيف الجبنة كمان نضربها لوحدها، وبعدين نخلط الاتنين على بعض. زي ما قلت لكم الجبنة الكيري بيبقى بيها القوام طعمه جميل وبتبقى لذيذة الكيكة دي، جربوها بالمكونات دي. وكمان بصراحة مش هتطلع غالية مقارنة بالأسعار اللي احنا بنجيب بيها. احنا كل اللي عارف الأسعار برا عارف ان قطعة التيراميسو او قطعة الكيك او تشيز كيك لوحدها مبلغ، فممكن قطعتين من التشيز كيك برا او التيراميسو برا ممكن يعملوا لنا التورته دي كلها على بعضها. فهي مش غالية، مش مكلفة، وحلوة جدا. فيا رب ان شاء الله تجربوها. انا هنا كمان معايا 400 جرام جبنة كيري، العلبة كل علبة فيها 200. انا كنت واخدة من علبة من دي، فانا الكمية كلها معايا 350 جرام كيري. وكمان كان معانا اللي هي الكريمة الخفق كانت 200 ملي. فهنضرب الكريمة او هنضرب الجبنة حلو قوي مع نص كوباية السكر كويس جدا لغاية ما تختلط وتبقى كريمي زي ما حضراتكم هتشوفوا. نخلط حلو قوي بسرعة ونضيف نص كوباية سكر واحدة واحدة ونخلط كويس جدا. احنا عايزين الجبنة تبقى ناعمة، ما يبقاش فيها تخريز ولا اي حاجة، والسكر يدوب. فنخلط كويس جدا ونوقف المضرب ونخلط كمان، نشوف لو في اي سكر ولا اي حاجة في الجناب ننزلهم ونخلط تاني. احنا حابينها تبقى طرية جدا وتبقى ناعمة والسكر يدوب معاها زي ما هتشوفوا معايا. تمام، ونخلط تاني حلو قوي. بصوا الجبنة بقت طرية جدا، بقت شبه الكريمة بالظبط، ما بقاش فيها لا هي فيها تخريز ولا اي حاجة. هنلم الجناب وننزل كمان الكريمة اللي احنا كنا خفقينها، كريمة الخفق اللي احنا كنا عاملينها مجهزينها قبل ما نحط الجبنة. هنخلطهم الاتنين مع بعض. الميكس ده جميل، جربوها ان شاء الله. اللي بيحب التيراميسو بيحب التشيز كيك، فالاتنين موجودين في كيكة واحدة. طعمها حلو قوي وبسيطة سهلة جدا، بتجهز بسرعة خالص، ما فيهاش اي غلبة.
وبتبقى ما شاء الله شكلها شيك جدا لو حطيناها في عيد ميلاد او حطيناها في عزومة، بتبقى جميلة قوي. فبتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها. تمام، نخلط كده زي ما انتوا شايفين من فوق لتحت. خلاص تمام، خلطنا الكريمة حلو قوي. الكيك طلع معايا من الفرن وسبته برد. خلوا بالكم انا الشوايه قربته منها شويه فلسعتهولي سنه بسيطه، فانتوا خلوا بالكم. هو كده كده لما بيبقى هو في الفرن بيبقى عالي جدا، فلما بتستوي بنسيبه جوه الفرن ونقفل الفرن عليه ونسيبه. هو حاجه طبيعيه، الكيك الاسفنجي يعني بيكش شويه او حجمه بيقل شويه، فده طبيعي. بس هي ما شاء الله طريه وجميله، فانتوا ما تخافوش ان هي نزلت شويه معاكم، لان هي في الفرن ما شاء الله هتبقى منفوخه جدا. فاحنا نسيبها جوه الفرن، اول ما تستوي نقفل الفرن وما نطلعهاش من الفرن لغايه ما تبرد جوه الفرن. ما شاء الله بتبقى طريه جدا، بتبقى حلوه. اوريكم شكلها بسم الله من جوه. انا هقسمها نصين. تمام، بصوا شكلها ما شاء الله من جوه طرية جدا وسهلة. باكد ان هو احسن كيك اسفنجي ممكن تجربوه بمكونات سهلة وبسيطة. تمام، هنشيل النص ده على جنب ونبتدي دلوقتي نسقي بالقهوة. معايا بردت، بصوا بوريكم شكلها عن قرب ما شاء الله حلوة ازاي وطرية جدا. هنبتدي نسقيها بالقهوة كده زي ما انتوا شايفين لغاية ما نشربها كويس جدا. تمام، هو ده شكلها بعد ما شربناها القهوة. هنبتدي نضيف الكريمة زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نظبط نسويها كلها. هي الكريمة ما شاء الله هتقضينا وزيادة. نسويها الاول من النص ونظبطها كلها. تمام، ده شكلها بعد ما سويناها. هنبتدي دلوقتي هضيف الكيك الجزء التاني اللي احنا قسمناه، ننزله بالشكل ده واحدة واحدة. نظبطها من الجناب كويس جدا ونشربها برضو الجزء العلوي، نحط له برضو السيرب. تمام، هنبقى ننضف الجناب من القهوة. دلوقتي هنبتدي نسويها من بره، نظبطها كلها من الجناب ومن فوق زي ما انتوا شايفين. مش لازم ان احنا نعملها يعني احسن حاجة في الشكل او في التزيين، لا. حاجة بسيطة سريعة. بصوا ما شاء الله مستعملتش اي اداة تانية، بس السباتولا وظبطتها زي ما انتم شايفين معاكم. فما تستصعبوش اي حاجة. كمان انا حطيت شوية كريمة في القمع ده وهنزينها من فوق. ما تستصعبوش اي حاجه. مفيش واحده مثلا ست بيت تقول انا ما معيش ادوات عشان اعمل الكيكه، ما عنديش مش عارف قالب. ممكن تعملي في اي صينيه عاديه بتاعه البيت، ممكن الصينيه بتاعه المكرونه البشاميل، ممكن تعملي اي صينيه انت بتعملي فيها الكيكه. مش شرط القالب اللي بيتفتح من الجنب، لا مش شرط خالص. ما تستصعبيش اي حاجه. لو ما عندكيش القمع زي ما انا بعمل بيه دلوقتي، ممكن تزينيها باي طريقة بسيطة. ما تصعبوش على نفسكم خالص. ممكن بمكونات سهلة وبسيطة نعملها وان شاء الله تبقى زي الفل.
وتعجبكم بإذن الله. فأنا هدفي إن أي ست بيت تقدر تعمل أي حاجة بمكونات بسيطة تطلع حاجة حلوة جدا لأولادها. فبصوا ما شاء الله حاجة بسيطة، مستعملناش أي حاجة صعبة خالص. أنا هنا من فوق هزينها بالكاكاو الخام، أنا مستعملة كاكاو دريم. الحلو كاكاو دريم الواحد بيحس بطعم الشوكولاتة. هضيف شوية كاكاو في المصفى زي ما هتشوفوا، وهزينها من فوق بالكاكاو زي ما التيراميسو برضو بيبقى متزين بالكاكاو الخام. فكيكة بسيطة بتمنى ان هي تكون مكوناتها مش صعبة عليكم. بتمنى ان هي يجيكم انها طريقتها سهلة بجد، هي مش صعبة. ان شاء الله كل ست بيت تجربها وبإذن الله تعجبها وتعجب أسرتها وتدعيلي. دي أهم حاجة في الدنيا، الدعوة الحلوة. فبتمنى ان انا اكون بعمل حاجة بسيطة تبسطكم. فبتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله وتقولوا لي ايه رأيكم. بصوا شكلها من جوه ما شاء الله عامل ازاي. احاول ان انا اقرب لكم. بصوا ما شاء الله شكلها حلو قوي. بتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، وتبقى حاجة سهلة تفرحكم وتفرح عيلتكم. وسلام عليكم.